صباح سعيد على كل الاهلاويه. فيديو جديد من درع وسيف النادي الاهلي وزير الدفاع الاهلاوي للرد على المأجورين والقذراء واللجان الالكترونيه وكل من يسيء لاداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم. وزي ما قلت في فيديو الناس تقدر تشوف على صفحتي الفيديو اللي قبل ده عن الاخبار الفيك ومحاربه النادي الاهلي عن طريق السوشيال ميديا اليومين دول. ولكن عايز اقول كلمه يا جماعه، مجلس اداره نادي الزمالك الحالي بقياده الكابتن حسين لبيب ابتدى يروح لنفس الدولار، بيجيب اصطف عاليه جدا، نفس الدولار اللي كان شغال معاه المجلس السابق، وابتدى يعمل جناين وهيعلق يفط وفعل هاشتاج الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. وطبعا ده يا جماعه من حقهم، يعني الناس تقول اللي على مزاجها واللي على هواها. ليه بيقول الكلام ده يا جماعه؟ علشان يقدر يشتت انتباهك ويلفت انتباهك كجمهور واداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ويحاول يكمل الحرب القذره بتاعته على النادي الاهلي على السوشيال ميديا علشان يوقع النادي الاهلي. احنا دايما درع وسيف للنادي الاهلي، وان شاء الله موجودين دايما للرد على المأجورين. وخلي بالكم يا جماعه اليومين اللي جايين دول هنتهاجم كتير وهتطلع اخبار غير حقيقيه كتير، خلي بالكم يا جمهور النادي الاهلي.